لابس فردة وفردة وطالع يتكلم في حكم ومواعظ عن الأصيل والخسيس وعديم الأصل والجعان اللي لا يمكن تشبعه الفلوس مهما اغتنى. حمو بيكا كان فعله شكله كوميدي وهو بيتكلم وطالع كمان بنيولوك عجيب وغريب، بس يا ترى كان بيلقح على مين كده بالظبط؟ وقال ايه كمان عن الشخص عديم الأصل ده؟ تابعوا معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. ما بين كل فترة والتانية يطلع علينا حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية بتقليعة وستايل شكل، والمرة دي كان طالع حمو بيكا بنيو لوك جديد عليه تماما ولابس جزمة كل فردة لون شكل، فكانت واحدة حمراء وواحدة بيضة، وقعد كمان يلقح بالكلام يمين وشمال على الصاحب عديم الأصل. وكان حمو بيكا مؤدي المهرجانات نشر صور جديدة ليه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وظهر فيه حمو بيكا في الصورة وهو لابس كوتشي فردة وفردة، وعلق كمان على الصورة وقال: الفلوس ما بتنضفش المعفن ولا بتشبع الجعان ولا بتعلي الواطي ولا بتخليك راجل، اللي عمل الفلوس بيصرفها عشان يقدر يجيب غيرها، لكن اللي عملته الفلوس بيخاف يصرفها عشان ما يسواش من غيرها. وتابع كمان حمو بيكا كلامه عن التعامل بالأصل وقال: الأصول يا سادة ملهاش علاقة بغنى أو فقر ولا بعلم ولا بجهل، قلة الأصل ليها علاقة بالبيئة والبيت اللي خرجت منه، اللي بيتكلم بلغة الفلوس واطي وابعد عنه، رصيده سراب ووهم. الأصول محدش بيتعلمها، يا تكون متربي عليها يا هتعيش طول عمرك تسمع عنها. ختم كمان حمو بيكا كلامه وقال: في ناس ميؤوس منها إنهم يفهموا الأصول والاحترام، فعز نفسك عنهم. ابن الأصول يا ابني يؤتمن حتى في عداوته، وقليل الأصل لا يؤتمن حتى في صداقته. بعدها الناس قعدت تسأل هو بيلقح بكلامه ده على مين بالظبط، وهل يقصد مثلا عمر كمال اللي كان طالع من يومين وقال عنه انه ما يعرفش يقرا ويكتب، وان القرايه عنده هو انه يطلع على انستجرام في فيديو ويعلق على اي حاجه واي حد. بس معظم الفانز المتفاعلين قالوا انه يقصد شريكه في قناه اليوتيوب مطرب المهرجانات الشعبيه نور التوت، اللي طلع ساعه ما بيكا عمل عيد ميلاد مراته وقدم لها عربيه هديه، وقال ان حمو بيكا سرق فلوس القناه بتاعتهم وبيهيص بيها وعايش على حسابهم. نور التوت ساعتها قال ان العربيه البورش اللي جابها حمو بيكا لمراته من فلوسهم، وكمان طلع في بث مباشر فضح الدنيا، وده اللي ضايق حمو بيكا جدا وراح قدم فيه بلاغ بيتهموا فيه بالتشهير، وانه اتهمه بحاجات ما حصلتش، وتسبب كمان في تلويث سمعته. التوت كان ساعتها طلع في الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واتهم حمو بيكا بسرقة 200 ألف دولار أرباح قناتهم على يوتيوب اللي أسسها هو وفريقه الخاص من 6 سنين. قال كمان نور ساعتها حمو بيكا بيستمتع بأرباح القناة لوحده من غير ما يبلغنا أنا وعلي قدورة. وبعد ساعات من اتهام نور التوت اتقدم حمو بيكا ببلاغ للنيابة اتهم فيه نور التوت بالسب والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرر كمان محضر باسم شرطة العجوزة واختارت النيابة المختصة للتحقيق. قال بيكا كمان في بلاغه ان المطرب نور التوت اساء لسمعته وكان متعمد، وقام كمان بسب وقذفه والتشهير بيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه كمان بسرقة 200 ألف دولار حصيلة أعماله الفنية عبر قناته على اليوتيوب. فتفتكروا بقى أعزائي المشاهدين، هل حمو بيكا بيلقح على نور التوت فعلا؟ اكتبوا لنا بقى رأيكم في التعليقات.